اشطر كتكوت، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وفعلا فعلا يا رب تكونوا بخير. والله انا النهارده بقى مش جايه في فيديو نعمل اكل والكلام ده، انا هنعمل اكل بس كده معاكم. انا جايه اشكركم شكرا جزيلا 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 على كل التعليقات وكل الكومنتات الحلوه اللي جات لي منكم على الفيديو الاخراني بتاع البيت اللي احنا نزلناه. كميه التعليقات الكويسه وكميه التباريك والتهاني، بجد بجد انا مش عارفه اقول لكم ايه. والله العظيم انا بشكركم والله العظيم من قلبي من جوه، انا والفرعون الكبير الصغير بنشكركم شكر بصوا من هنا لحد السنه الجايه. فانا عايزه اقول لكم والله العظيم اللي بيصبر بينور، واحنا الحمد لله بالصبر بالمصابره وبالشغل ربنا عز وجل فتح علينا وحنن علينا. انا مش متوقعه، انا بجد بجد مبسوطه قوي فرحانه جدا والله ان احنا وسعنا نفسنا وجبنا بيت جديد، وده بفضل دعواتكم لينا طبعا، وان انتم بتدعوا لنا دايما في الكومنتات. ما فيهوش غير تعليق واحد بس هو اللي سلبيات الكومنتات ما شاء الله ما شاء الله كانت جميله جدا. بحب اشكركم شكرا جزيلا، ودايما عايزه اقول لكم مهما الناس تعمل ومهما اي حد يعمل لازما يلاقي اعتراض من الناس عليه، حتى لو بيعمل حاجه وحشه. يعني مثلا زي ما كنا بنلاحظه كده في الاول، ايه اللي انتوا بتعملوه ده مش عارفه ايه والكلام ده. حتى الناس لو واحد جاب واحد بيقرا قران وطلعه يقول انت طالع تعرض على النت والحاجات دي، ناس بتطلع علشان حابه تقدم حاجه للناس تستفيد منها وهم كمان يستفادوا. انا بعمل اكله، انا استفدت في حاجات ما كنتش بعرف اعملها بس اتعلمتها، حبيت الناس كمان تستفيد، لان فعلا في ناس ما بتعرفش تعمل حاجات محدده. فمش معناه ان احنا طالعين ان احنا بنعرض نفسنا والكلام ده، احنا طالعين نفيد ونستفيد. اهم حاجه ان احنا ندعي ربنا عز وجل ونراعي ربنا في اي حاجه احنا بنعملها، وتيقنوا خير ان ربنا عز وجل ما بيخلقش حد وينساه. زي ما قلت لكم قبل كده، لو مثلا انتوا دعيتوا بحاجه واتاخرت مش معناه ان ربنا غضبان علينا ومش عايزنا مثلا ان احنا نحققوا الامنيه ديت، لا، بيبقى فيه حكمه لكده. ربنا كل حاجه بيخلقها وربنا كل حاجه عاملها فيها حكمه لينا. مش اي موقف صعب يحصل معانا يقول اشمعنى احنا بيحصل معانا كده والناس ما بيحصلش معاه، اشمعنى انا نصيبي كده والكلام ده. ولذلك لما الناس بتدعي بحاجه زي ما احنا دايما كنا بندعو ربنا عز وجل يرزقنا بحاجه معينه وبتتاخر، مش معناه ان ربنا كارهنا، معناه ان ربنا عز وجل حابب ان هو يسمع صوتنا في الدعاء. تخيلوا ان ربنا حابب يسمع صوت حد في الدعاء. فاللي انا عايزاه اقوله لكم يعني، والمغزى من الكلام كله، ان احنا دايما ندعو ربنا عز وجل باي حاجه احنا بنحبها واي حاجه نفسنا ان هي تتحقق. عشان كده ربنا عز وجل ما بيتاخرش عن اي حد بيدعيه. فاللي احنا المفروض نعمله ان احنا نعبد ربنا وندعيه وكل حاجه احنا نفسنا ان هي تتحقق، وربنا عز وجل عمره ما هيتاخر علينا في حاجه. سبحان الله. وعلى طول كان في كلمه كنت بسمعها وبحبها جدا، لولا المرارة لو استمتعنا بالطعم الحلو. فعلا احنا لو ما حسيناش بالتعب في حياتنا عمرنا ما نحس بالحاجه الحلوه لما تيجي. فاحنا لازم نتعب شويه علشان نحس بطعم الحاجه الحلوه لما تيجي. وارجع تاني اقول لكم ان ربنا عز وجل سميع وقريب ومجيب، يعني ربنا سمعنا وقريب مننا وبيستجيب ان شاء الله لدعاء. بس احنا ندعو ونقول يا رب. تنسوش قول يا رب في الكومنتات، وصلوا بقى بينا على النبي وقولوا ايه رايكم في صينيه الفراخ الجميله دي حاجه كده ايه حلوه تستاهل بقكم. عملناها مع بعض قبل كده، حبيت النهارده اكررها تاني من طعمها ومن حلاوتها. الف الف شكر لكم، وما تنسوش بقى لايك وكومنت وشير، تتمنوا لنا قلبكم الخير. سلام عليكم.